جزء الجماعة في شهر رمضان. والله انت بتجامع امك ولا كيف؟ أخي اذا بتجامع امك هذه مشكلتك. ما عرفتش بصراحه، يعني شو وضعك بصراحه، الله اعلم. يعني انت كنصراني انتم ما عندكمش نص في العهد القديم، عفوا في العهد الجديد ما فيش عندكم نص بيحرم الجماع مع الام ولا مع الاخت ولا غيرها. فمش عارف ايش الوضع عندكم، حرام ولا مش حرام؟ خلي هذا سأل عنه الست الوالده. فهمت علي؟ سأل عنه اي نصراني مرشوم يدخل يسيء الى الاسلام، هذا اسلوبي معاه، هذا اسلوبي معاه. انا عندي غير على ديني. اللي يجي يسيء الى الاسلام هكذا نرد عليه. اللي مش عاجبه في التعليقات حتى لو من المسلمين احضروه يا اخوه، المشرفين احضروهم، هؤلاء الذين مش عاجبهم، اللي ما عندهمش غير على الاسلام، هؤلاء داخلين يسبوا في الاسلام ويسيئوا الى السيده عائشه ويسخرون من الاحكام الشرعيه، زي المرشوم اللي الان سال عن موضوع الجماع في نهار رمضان وكذا. عقب مرشوم يسخر من احكام شرعيه، والله العظيم الا نأدبكم يا مراشيم واحد واحد. اللي يدخل باحترام نحترمه، اللي قلل ادبه اقسم بالذي رفع السماء بلا عمد نطبق عليكم نشيد الانشاد قبل الفجر. هاجوا النصارى يا شيخ الآن دخلوا. تفضل هم يا يهيجوا وننهيج اكثر منهم باذن الله. واحنا معاك يا شيخ، وكل الإخوة اللي في البث معك. تفضل يا جوان.